ما أجمل حسن الظن بالله جل وعلا. شاب يسأل ابن عباس يقول: يا ابن عباس، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. قال: نجونا ورب الكعبة، فزنا ورب الكعبة. ما أجمل إخواني حسن الظن بالله جل وعلا. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ويقول جل وعلا في محكم التنزيل: فما ظنكم برب العالمين؟ قيل لأعرابي: إنك ميت. قال: ثم إليه؟ قالوا: إلى الله. قال: والله ما وجدنا الخير إلا من الله فنخشى لقاءه. الله أكبر يا إخوان. وأحدهم يسأل يقول: هل تعرف أحد مستجاب الدعوة؟ قال: لا، لكني أعرف من يجيب الدعوة. الله أكبر يا إخوان. ما أجمل والله حسن الظن بالله جل وعلا. وقيل لرجل وهو يحتضر وأمه عند رأسه تبكي: قال: يا أمي، لو أن حسابي يكون عندك ماذا تفعلين؟ قالت: أرحمك. قال: الله أرحم بي منك. يقول الحسن البصري: أن المؤمن أحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأن المنافق أساء الظن بالله فأساء العمل. فمتى يا أخواني ما وقر في القلب، قلب المؤمن، حسن الظن بالله جل وعلا، علم يقينا أن بعد العسر يسر، وأن بعد الكرب فرج، وأن بعد المرض الشفاء، وأن بعد الدموع الابتسامة، وأن بعد التعب الراحة، وأن بعد الدنيا هذه وصخب الدنيا وتعب الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض. فأحسن ظنكم بالله جل وعلا. وعلى المؤمن يا إخواني أن يحسن الظن ويحسن العمل ويخاف الله جل وعلا. أسأل الله يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله جل وعلا.